نتكلم اليوم تركات اللي موجودين في جدة. انتوا سببتوا لنا احنا مشاكل. انا رجال فاتح بيتي وفاتح بيوت كثير ورا بيتي عشان بالترك هذا بعد الله. تمام؟ يعني الحمد لله انا في نعمة من الترك. ليه؟ لانه قاعد اكد عليه صباح فجر وليل. انت تيجي موظف ولا ابوك عنده فلوس مرة كثير وتشتري لي ترك وترميه بالشهور، ومتى يجي يفكه في حالتين. اذا كان مزنوق في 500 ريال فك الترك نص ساعة ورماه في الشارع خلاص. او اذا في ايفنت في بنات كلية عفت، كلية ممت، كلية مدري مين، على طول تلاقيه مشغل الترك رايح الشقيان يبغى يجيب فلوس. البارح صارت حملة تسحيب في التركات في الليل، شالوا تركات الناس كلها. انا شابك الجيب حقي في الترك. جاء واحد او اثنين، ايش سووا؟ ما قال ليش شلتوا تركي، صور الترك حق علاء عنبر. ليه هذا ما شلتوه؟ شوف، مو ليه شلتوا تركي، ليه هذا ما شلتوه؟ يعني انا ما ادري، احس انه يعني حاشا اهل جده، بس بعض شباب جده او السواد الاعظم منهم الرمرمه والزبزبه والنداله يعني مؤصله فيه وابوه وفي جده، تحس كذا. يعني انا بني ادم ما شالوا تركي لانه جو لقوني شغال ببيع لزباين، كيف يشيلوه؟ يعني ماني فاهم. وانا بطبخ واسلم الزبون ينسحب الترك واقول له ايه تعال خذ السندويتش في محل الحجز. يعني كيف يشيلوا تركي وهو شغال وفي زباين واقفين قدامه؟ وفي حساده، في كميه حساده في اصحاب التركات. يقول لك علاء عنبر بيبيع عشانه مشهور، واهل السوشيال ميديا يقول لك علاء عنبر اصلا مو مشهور وما عنده غير 5 متابعين. طيب انا ببيع عشان مشهور ولا انا اصلا اكلي زباله؟ اكلي ما يتاكل، ما في اوادم ممكن ياكلوه، صح؟ ممكن اكل كلاب قاعد ابيع، بس بيبيع عشان مشهور. طيب انا لما عكفت على موضوع مواقع التواصل الاجتماعي في 2012 وصار عندي متابعين وصار عندي فولورز وصار اسم علاء عنبر معروف في جوجل، ادخل في جوجل، يعني زي انت تقول علاء عنبر ما عنده متابعين، ادخل في جوجل اكتب علاء عنبر، شوف المواقع والويب سايتات اللي متكلمه والصحف اللي منزله اخبار عن علاء عنبر والمقاطع المنتشره. يعني اذا انت تقول علاء عنبر مو مشهور فانت عندك مرض نفسي. تمام؟ انا ابغى اسالك سؤال واحد، هل الشهره هذه انا جيت منك فلوس قلت لك اديني فلوس عشان ابغى اصير مشهور؟ هل قلت لك تعال ساعدني؟ انا كونتها بفضل الله، بعد فضل الله بنفسي. واصبحوا اصحاب التركات ايش يسوي؟ ما يفك تركه الا في مكان شايف فيه ترك ثاني يبيع. كل جده تبي تيجي توقف يا جنب تركي يا بتوقف جنب خاله وجنات اللي تبيع كبده في شارع حرام، حرمه عجوزه مسكينه على قد حالها، بس يبغوا يوقفوا جنبها عشان هي تبيع هم يبيعوا. يا اخوي طب روح مكان اتفرج، اجلس كون زبون محل وبيع شيء نظيف. واحد اتصل بي اقول لك ابغى اوقف جنبك، ابغى اوقف وراك، ابغى اوقف تحتك، ابغى يعني باقي شويه اشيل تركي كده واقول له خش من تحت الترك. فين اوقفكم؟ واذا جاء وقف يقعد يطالع زي كده. علاء عنبر اخذ زبايني، انا مو شغال بسبب ده. مين قال لك تعال اوقف جنبي؟ انا قلت لك تعال اوقف جنبي؟ انتوا اللي قاعدين تداحشوا في الترك، بيخش تحت الترك حقي يوقف. عنبر يبيع عشانه مشهور؟ لا، مو عشانه مشهور، عشان علاء عنبر مو رابط شعره ببكله وقاعد يتصرمح في المولات ولا قاعد ورا الشيش. علاء عنبر يطلع طايف يجيب كبده، يطلع مكه يروح مدري فين يجيب كبده، مسالخ، مجازر، خضار، مشغل تركي طول الوقت عشان الزبون يجي يلاقيني موجود في نفس المكان، ما بهدل زبوني. يوم في شارع فلسطين ويوم في النهضه ويوم في الحمراء، ويوم الزبون ما حيقعد يجري وراك. وقلتها من زمان ونصحتها على وجه الله، قلت يا جماعه الخير انطق محلك ولا تتفلسف على الزبون. السعودي بطبعه ذويق واكيل، فلسفه في الاكل تحط له ما حد حيجيك ثاني. تقعد مع الواحد فيهم، اسمع انا الخس حقي من كندا، البرجر حقي من نص رقبه التور وشويه ربع كيلو من قعر التور من استراليا، البهار حقي جدتي اللي كانت عايشه في الصين تخلط البهار ما تلاقي زيه في السوق، تدوق البرجر ما ينعض لدرجه ما ينعض. يستخسروا، يجيب لك كميه عيش يبقى يقول لك خليه لثاني يوم. طيب الترك تقفله، لما تمشي تقفله ويصير حار وفي عيش وريحه العيش حتطلع، والسوس في فتحات في الترك حيطلع السوس يقعد في العيش حينشف وحيدوت وياكله ثاني يوم للزبون. يا اخي خربتوا سمعتنا، والله خربتوا سمعتنا، قسما بمن انزل القران يمين اتحملوا اليوم الدين. يبقى عندي بريال عيش يترمي للغنم، يبقى عندي ب20 ريال عيش يترمي للغنم، ما يخش لزبون ثاني يوم، والله ما دخلوا لزبون.
اخي انا اسف اني اقول كذا، وان شاء الله اني ما اكون من الجهل المعممين، ولكن يا اخي عيال جدة فيهم رمرمة وزبزبة ما هي طبيعية وحسادة. يا اخي شوفوا عيال